السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل حد بيسمعني، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل عمار الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حي عارف إنه حي، ولكل حي لسه ما اكتشفش إنه جواه حياة. أهلا بيكم. النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم في موضوع ناس كتيرة حذرتني، لأن الموضوع هو ضد القطيع. بس زي ما أنا متفق معاكم دايما إن أنا بقول الكلام اللي أنت محتاج إنك تسمعه، مش بقول الكلام اللي يرضيك إنك تسمعه. أنا مش مهتم بفكرة البيع قوي علشان أهتم بإن أنا أقول لك كلام أنت عادي تسمعه. لو أنا مهتم بفكرة البيع كنت بعت من أكتر من 7 سنين اللي أنا بقدمه دلوقتي. أنا دلوقتي طالع علشان أنا لازم أقدم اللي أنا بقدمه، وأنا لازم أقدم اللي أنا بقدمه لأني لازم أساعد الناس في إن هي تعرف اللي أنا عرفته. وعلشان أساعد الناس إن هي تعرف اللي أنا عرفته، فأنا ما بتكسفش إن أنا أقول لك حاجة مهما كانت صعبة، ومهما كانت ضد إرادة القطيع، ومهما كانت ممكن تخلي ناس كتيرة تزعل مني. أنا ما يهمنيش إنك تنبسط أو إنك تزعل، أنا اللي يهمني هو واحد بس، الله. إذا هو راضي عني أنا مش فارق معايا إن كلكم ما ترضوش عني، وإذا هو مش راضي عني أنا مش فارق معايا خالص إن كلكم تبقوا راضيين عني. فاللي أنا جاي أكلمك فيه النهاردة هو موضوع هيضايق ناس كتيرة قوي، وأنا جاي أضايقكم. هيزعل ناس كتيرة قوي وأنا جاي أزعلكم. انت جاي تمسك في خناقنا، والله ما جاي امسك في خناقكم، بس انا النهارده جاي اتكلم على فكرة المقاطعة. المقاطعة اللي الناس بقت مسكاها ومحسساني ان هي دلوقتي بيعملوا عمل بطولي وعمل شعبي قوي وقويم. المعضلة ان الناس ماشية بتقلد وخلاص، والناس بدأت تنسى هي بتعمل اصلا المقاطعة ليه، وبقت المقاطعة هدف في حد ذاتها. قبل ما نبدأ نتكلم هو ليه المقاطعة ديت فنكوش كبير قوي، لازم تبدأ تعرف كده قبل ما تبدأ تدخل وتفكر في فكرة مقاطعة، انك تفهم يعني ايه اقتصاد. وعشان تفهم يعني ايه اقتصاد، هو نظام بيدير العالم نتيجة ان العالم ماشي بحاجة اسمها نظام الرأسمالية. ويعني ايه نظام الرأسمالية؟ يعني النظام الحر. النظام الحر هو نظام بتديره البنوك. وعشان تفهم يعني ايه نظام بتديره البنوك، لازم تفهم ان البنوك بتدار بحاجة اسمها البنوك المركزية. وعشان تفهم يعني ايه البنوك المركزية، هي البنوك اللي بتطبع وبتسك العملة. وعشان تفهم يعني ايه عملة، فالعملة هي حاجة ملهاش قيمة في حد ذاتها. الجنيه والعشرة جنيه والمية جنيه ملهمش قيمة في حد ذاتهم، قيمتهم قيمة اعتبارية. يعني ايه قيمتهم قيمة اعتبارية؟ يعني الفلوس ملهاش قيمة في ذاتها إلا بالمعنى الأصح إلا باتفاقنا على قيمتها. أنا راجل من الزقازيق، كان جالنا فترة كده احنا ما بنستعملش الجنيهات الورق، كانت الجنيهات الورق طالعة وشغالة وبتاع ايام ما كان لسه في جنيهات بتشتغل يعني. فكانت الجنيهات شغالة واحنا في الزقازيق بنرفضها رفضا باتا. فلو حد كان من الزقازيق في القاهرة واخد جنيهات ورق وجه يستعملها في الزقازيق محدش بياخدها منه، وبالتالي قيمة الفلوس الاعتبارية سقطت. فبالتالي بقت الجنيهات ديت موجودة في الزقازيق ملهاش قيمة، هي مجرد ورق تاخده كده يعني ترميه في الشارع ملوش أي لازمة. وبالتالي فالفلوس لها قيمة اعتبارية. وعشان الفلوس اللي ليها قيمة اعتبارية يبقى ليها قيمة اعتبارية، أول ما اتعملت الفلوس كان ليها حاجة اسمها غطاء. ايه هو الغطاء؟ هو غطاء الذهب. غطاء بيبقى معمول لكل عملة، وكل عملة شايلة ذهب أكتر في الخزانة بتاعتها، هو اللي بيقيس قوة العملة. فقوة العملة بتتقاس بالذهب اللي موجود عند كل دولة. لحد ما بعد الحرب العالمية التانية اجتمعت العالم كده كله، قرروا فجأة ان لا، حوار غطاء الذهب ده خلاص هنشيله. الدولة الوحيدة اللي هتغطي بالذهب هي امريكا، وهيبقى الغطاء النقدي بتاع كل العملات اللي موجودة في العالم هو الدولار. الورقة النقدية اللي بتعتمد في قوتها كل الأوراق النقدية الباقية إن هي تتحول لقيمة اعتبارية. انت كانت قيمتها الاعتبارية قايمة على قوة الذهب.
ان دوت مورد موجود نادر، فكل ما كانت الدولة عندها اكتر فقيمة العملة بتاعتها هي اكبر، وبالتالي فهي كانت مستمدة قوتها الاعتبارية من هنا. هنا قال لك لا، احنا خلاص احنا هنعمل الموضوع بلفة طويلة شوية. بدل ما انت تقعد تجيب ذهب وتعمل ونقعد نتنافس على الذهب وناخده من بعض وسوق سودا والدكار يبدأوا يعملوا، لا، الذهب كله هيبقى فين؟ في امريكا. امريكا هي اللي هتحط غطاء ذهب، وبغطاء الذهب دوت انا عارف انت بتلعبك معايا وبتقول هو انت بتتكلم في الكلام ده ليه. انا عايزك بس تمشي الرحله واحده واحده عشان تبقى انت فاهم الفنكوش اللي انت مدخل نفسك فيه. امريكا عندها غطاء ذهب، والعمله بتاعتها لها قيمه اعتباريه نتيجه ان عندها ذهب يغطي القيمه دي. وانت الجنيه بتاعك ليه قيمه اعتباريه نتيجه ان هو عنده دولار اللي هو متغطي بالذهب. يعني انت الجنيه بتاعك متغطي بالذهب، فعشان كده ليه قيمه اعتباريه. ريجن والله اعلم في السبعينات لغى غطاء الذهب بعد ازمه عالميه ما، وما بقاش في غطاء ذهب للدولار، وبقت امريكا بتطبع الدولار زي ما هي عايزه. وبالتالي الورق خلاص احنا بقينا قيمته الاعتباريه بقت موجوده هنا في عقولنا. ما عادش الموضوع ليه علاقه بالقيمه الحقيقيه للفلوس. الفلوس ملهاش قيمه حقيقيه في ذات نفسها، هي مجرد ورق. لكن احنا بسبب ان احنا وابائنا واجدادنا واجدادهم كلنا بدأنا نتعامل بالورق النقد ده، فبدأنا نديله قيمة اعتبارية حتى من غير ما يبقى متغطي بذهب. فالورق ده بقت قيمته قوية نتيجة قوة تأثيره النفسي علينا. وبالتالي انت مغطي نفسك بالجنيه اللي هو متغطي بالدولار اللي هو مجرد ورق بيطبع. اطلع ورق تشك تشك، ورق تشك تشك، ورق تشك تشك، ورق، مجرد ورق. تكلفته ما هي إلا تكلفة الورق والحبر اللي معمول عليه. يتعمل عليه بقى 500 جنيه، يتعمل عليه 600 جنيه، ما هو إلا ورق وحبر معمول عليه. واضحة كده؟ يعني بالمعنى الأصح النظام الاقتصادي العالمي قايم كله أصلا على فنكوش، على ورق مطبوع، نتيجة إن إحنا مقتنعين إن الورق ده ليه قيمة اعتبارية، فبالتالي هو ليه قيمة. لكن لو في دولة ما أنكرت القيمة ديت فالقيمة ديت مش موجودة. فالنظام الاقتصادي العالمي بقى كله قايم على فكرة الدولار المسيطر المهيمن اللي هو بيغطي كل العملات اللي موجودة في العالم واللي مفيش حاجة بتغطيه. يعني قيمته الاعتبارية قايمة أصلا على الفكرة اللي موجودة في دماغنا. وبالتالي كل العملات اللي موجودة في العالم قايمة على فكرة الورقة الرئيسية اللي مع أمريكا، تطبع زي ما هي عايزة. هي دي الورقة اللي بتحكم العالم، هي دي الورقة اللي بتحكم الاقتصاد، هي دي الورقة اللي بتحكم أكل عيشك ودخلك ودنيتك وحياتك كلها. وبالتالي الفلوس ما هي إلا عاملة زي الفلوس اللي انت بتعملها في بنك الحظ. لكن الفلوس بتاعت بنك الحظ احنا ما اتفقناش انا وانت ان هي لها قيمة حقيقية. هي لها قيمة اعتبارية في اللعبة لكنها ملهاش قيمة حقيقية. انما الفلوس اللي في بنك الحظ لا تختلف في شيء عن الفلوس اللي مع حضرتك. والفلوس اللي مع حضرتك لو في بنك الحظ لو الدولار قرر ان هو يدعمها بقت الفلوس اللي في بنك الحظ لها قيمة. وبالتالي تيجي انت بقى دلوقتي تقول لي احمد انا بقاطع. يعني ايه بتقاطع؟ يعني انا مش هشتري منتجات من دولة ما علشان انا بحارب امريكا. اي مسمى، بلاش اقول اسماء دول علشان ما ايه ما نبوظ الريتش بتاع الفيديو، لان انا عايز الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن من الناس. فانا هقاطع مثلا علشان الدولة دي او الدولة دي او الدولة دي بيعملوا كذا وبيعملوا كذا. الدول اللي انت عايز تقاطع منتجاتهم هم اصلا اللي معاهم القيمة الاعتبارية بتاعت الفلوس بتاعتك. فاهم انت حاجة؟ يعني بالمعنى الأصح انت علشان تطبع جنيه انت لازم يبقى عندك القيمة الاعتبارية بتاعتها من الدولار. وكل ما كانت القيمة اللي موجودة عندك من الدولار قليلة، فكل ما بتطبع زيادة من الجنيه كل ما قيمة الجنيه ما بتقل. فاهم ده ولا مش فاهم؟ يعني بالمعنى الأصح كل جنيه ليه قيمته من الدولار اللي موجود عند الدولة. يعني بالمعنى الأصح انت كل جنيه انت بتاكل وبتشرب وبتتنفس بيه هو من أساسه متغطي بالدولار بتاع أمريكا. يعني بالمعنى الأصح انت هواك ونفسك وميتك وشربك وأكلك وحياتك قايمة على النظام بتاعهم هم. تخيل كده انت عايز تلعب بنك الحظ،
فالراجل صاحب شركة بنك الحظ غلى عليك الحاجة، فتقول لا والله انا مش هشتري من البنزينة اللي جوه بنك الحظ عشان اعند معاه. يا حبيبي انت شاري بنك الحظ اصلا، انت شاري النظام كله، النظام بتاعه، الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم والفلوس فلوسهم والحاجة حاجتهم والقيمات كلها القيمات الاعتبارية بتاعتهم. انت ما انت الا بالمعنى الاصح الا عنصر ملوش اي لازمة. وعشان انت عنصر ملوش اي لازمة عايز تحس ان انت ليك لازمة. وعلشان تحس ان انت ليك لازمة عامل بالظبط زي الطفل الصغير اللي موجود في البيت. كلنا واحنا صغيرين مالكش لازمة، مالكش قيمة، مالكش وظيفة، مالكش اي حاجة، واهلك هم اللي بيصرفوا عليك وبياخدوا لك قراراتك وبيعملوا لك كل حاجة وبيأكلوك، ومن كتر ما ده بيتعمل لك انت بدأت تتخيل ان ليك قيمة. فلما تيجي يوم حد مزعلك فتقوم انت جاي مقموص وتقوم قايل لهم والله ما انا واكل، والله ما انا واكل من الاكل بتاعكم ده، انا النهارده انا مقموص منكم وانا مش واكل. ومتخيل ان انت كده انت بتخسرهم. كلنا عملنا كده واحنا اطفال. انا عارف انت اللي بتسمعني انت عملت كده، لو انت لسه بتسمع الفيديو لغايه دلوقتي واستحملت فكره ان انت مع القطيع وان انت بتقلد وماشي عمال بتشتري الفنكوش وبتكمل معاه لغايه دلوقتي، فانت متاكد ان انت وانت صغير في يوم ما عملوا لك حاجه ضايقتك فانت قلت لهم والله انا مقموص ومش واكل وانا بعاقبكم ان انا مش هاكل. كأن عدم اكلك دوت لقيمه من كتر ما انت اصلا مالكش قيمه، ومتخيل ان هو يقول لك تعالى كل كل شويه وياكلوك ويهتموا بيك ان ده بيخلي لك ليك قيمه. لا، انت عيل صغير ومش فاهم اي حاجه، فانت قمصتك وعدم اكلك هي بتضرك ما بتضرهمش. هو ده نفس الوضع اللي انت بتعمله دلوقتي. مقموص ليه؟ مش هتاكل، مش هتلعب، هتضر حد؟ اه هضرهم. والنبي بلاش سذاجه، بلاش سذاجه الله يخليك. هتضر ايه؟ الورق ورقهم، الورق هو مجرد ورق ملوش اي قيمه حقيقيه، دي قيمه اعتباريه، والقيمه الاعتباريه بتاعت الجنيه بتاعك اصلا قايمه على الدولار اللي عندك. فانت بتضر مين؟ تشتغل نفسك؟ حابب تشتغل نفسك؟ اه طبعا حابب تشتغل نفسك. ليه حابب تشتغل نفسك؟ لان الموضوع ليه تأثير نفسي قوي جدا. ازاي؟ انا دلوقتي شخص فاشل في حياتي، ولا فالح لا في شغل ولا فالح في مشاريع ولا فالح في اي حاجة ولا فالح في جواز ولا فالح في اي دنيا. بس انا رايح بآية المقاطعة، انا رايح بآية القضية. يا سلام، راجل لسه مطلقه مراته وخلعاه علشان هو فاشل في بيته وفي جوازه وفي حياته، ويقول لك انا رايح اشرب بيج علشان انا راجل بدعم القضيه. انت بتدعم قضيتي؟ انت فكرتوني بالنكته. نكته قبل كده واحد بيقول لراجل صاحبه، بيقول له انت والله الموضوع عندك غريب ما شاء الله، انا عمري ما شفتك انت ومراتك بتختلفوا. قال له علشان انا من يوم ما اتجوزت مراتي اتفقت معاها اتفاق واضح جدا. قال له ايه هو؟ قلت له ان احنا نفصل، هي مسؤولة عن الامور الصغيرة وانا مسؤول عن الامور الكبيرة. قال له حلو. قال له يعني مثلا فهو الراجل بقى بيسأله بيقول له يعني مثلا بقى هي تجيب الاكل والشرب والكلام ده كله، انها فكرة شراء العربية، الولاد يدخلوا مدارس ايه، تسكنوا فين، تشتروا ايه، تعملوا ايه، دي بتاعتك. قال له لا دي كلها دي الامور الصغيرة بتاعتها. قال له امال ايه الامور الكبيرة بتاعتك؟ قال له انا الامور الكبيرة بتاعتي يعني امريكا تدخل العراق ولا لا، يا ترى احنا هنصدر بترول لبره ولا لا، يا ترى احنا هنعمل كذا ولا لا. كانت نكتة، دي كانت نكتة زمان، دي كنا بنضحك عليها وبنقولها واحنا صغيرين. دلوقتي ده اللي انت بتعمله. انت فاشل في بيتك، الاسعار عماله تغلى كل يوم، الدنيا عماله تغلى كل يوم وانت مش همك. لا ده انا بدعم القضيه، ده انا بقاطع. الطلبه عندهم امتحانات وهم مش مركزين في امتحاناتهم، لا ده انا بدعم القضيه، ده انا بقاطع. انا مش عارف ايه، لا ده انا بدعم القضيه، انا بقاطع. بالتالي انت بترضي صوت الفاشل الداخلي اللي جواك بانك راجل بتدعم قضيه كبيره. انا واقف ورا قضيه كبيره بانك مقموس على سريرك مش عايز تاكل وتشرب، علشان ايه؟ تعاقبهم بانك ما بتاكلش. انت مستهلك، انت مالكش قيمه. اه والله هقولها لك تاني، انت مالكش قيمه، انت مستهلك. لو متخيل ان استهلاكك هيمنعهم ويخسرهم، يا حبيبي انت الفلوس ملهاش قيمة اصلا، ده مجرد ورق، مجرد ورق وانت مضحوك عليك. انت مش فاهم اي حاجة في نظام عالمي ولا دارس اقتصاد ولا دارس علم نفس ولا دارس اي حاجة، وبيتلعب بيك الكرة وبتتشقلط شقاليط. هو دلوقتي في اسهل طريقة عنده اول ما الدنيا تأزم تشك تشك يطبع دولار. وهيأثر على مين؟ هيأثر على كل العالم. تشك تشك اطبع دولار واثر على كل العالم. هي مش هي اللي هتشيل الضريبه، انت اللي هتشيل الضريبه بعد كده.
يعني هشيل الضريبة ليه؟ علشان الجنيه بتاعك مربوط بالدولار، الدينار بتاعك مربوط بالدولار، اي عملة بتاعت اي دولة مربوطة بالدولار. يقول لك البريكس طلعت وهتقطر وهتحارب الدولار وعايزة تعمل عملة موحدة. ما بيحصلش الكلام ده كله. ده نظام عالمي، ده نظام عالمي بس بيلعبوك. فالله يخليك ما يتلعبش بدماغك الكورة. ليه ما يتلعبش بدماغك الكورة؟ عشان الموضوع أعمق. لما بنيجي ندخل نتكلم في كورس خريطة القدر، احنا بنحاول نفهمك ان الدنيا أعمق بكتير من اللي باين قدام عينيك. انا بيبقى مهمتي ان انا افرجك على عالم مختفي موجود في الظل انت مش شايفه، في معتقداتك وفي افكارك. الطريقة اللي بيتلعب بيها على تفكيرك ومعتقداتك وبرمجتك وحياتك هي دي اللي مكلبشة حياتك. انت دلوقتي عمال تفرمل حياتك نتيجة انك مفكر ان استهلاكك ده قيمة. انت مالكش قيمة. طب يا احمد يعني اعمل ايه وانا ماليش قيمة؟ انك يبقى ليك قيمة. خلي ليك قيمة. اخلي ليا قيمة ازاي؟ ابدأ اشتغل على نفسك. يعني هي القضية مش محتاجة ان انت تقاطع. والله لو سألت اي انسان من هناك ايه المقاطعة فادتكم في ايه، هيقول لك يعني هيسب ويلعن لكل العرب. انت ما قابلتش ممكن فلسطينيين لانك اصلا عايش هنا وما خرجتش. انا قابلت ورحت السعودية ورحت وعشت هناك وقابلت منهم ناس هناك وهم شايفين ان مفيش حد من العرب بيدعمهم. عندهم حق، لان هو شايف ان انت اذا كنت مفكر انك بتدعمني تعالى معايا. انما فكره ان انا مش هاكل واشرب علشان فلان الفلاني ده يزعل ويتعور، فبالتالي انا كده خسرتهم. انت ما خسرتش حد، انت خسرت اخواتك. خسرت اخواتك واهل بلدك. 50% من الناس اللي كانت شغاله في الشركات دي قعدت في بيوتها. الله يبارك لك. الله ده انت جامد قوي. وال50% الباقيين راحوا الشركات تانية، بقوا بيعاملوهم أسوأ معاملة، بيدوهم نص مرتباتهم وبيشغلوهم ضعف شغلهم ويقولوا لهم إذا كان عاجبكم وبالجزم. الله يبارك لك. ده انت جامد قوي. ده ايه ده؟ ادعم المنتج الوطني. ادعم المنتج الوطني ازاي اذا كان احنا عندنا ثقافة الاستغلال؟ اول ما المنتج بدأ يتباع بدأوا يغلوه. اول ما بدأت الموظفين تيجي لهم وعندهم خبرات، يشغل موظف خبرته 10 سنين مرتبه كان 8000 جنيه، يشغله ب 3000 جنيه وب 4000 جنيه. ابدأ غير من نفسك. اوعى تستغل انسان. ابدأ غير من نفسك. اوعى تضيع فرصة. ابدأ غير من نفسك. ابدأ غير عادة سلبية موجودة جواك. ابدأ غير من نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير من نفسك. هو ده اللي انت تقدر تقدمه للقضية. انك يبقى ليك قيمة، انك يبقى ليك لازمة، انك تبقى مش موجود في الحياة كده إمعة كده ملهاش أي لازمة وملهاش أي قيمة، وتقول لي أنا هتقمص وأدخل أجري على سريري جوه وأنا كده أنا بدعم القضية. لا يا حبيبي، أنت ما بتدعمش القضية. أنت تافه. أنت تافه. سامحني ان انا اقولها لك، انت تافه. انت مش فاهم اي حاجة. عارف ان القطيع هيزعل مني وهيهاجمني، هاجمه. بس انت تافه. انت مالكش قيمة. عايز تدعم القضية؟ خلي ليك قيمة. خلي ليا قيمة ازاي؟ انك يبقى ليك شغل، ليك كيان، ليك حاجة بتقدمها. كنت مهندس، خليك افضل مهندس. عندك عادات سلبية في نفسك، روح غيرها. انا اللي بكلمك ما عنديش عادات، عندي عادات سلبية وشغال عليها. انا شغال عليها لاني اذا كنت انا عايز احسن حياة الناس في الدنيا دي كلها، فانا لازم اول حد اشتغل عليه هو نفسي. انا شغال على نفسي بقالي سنين. حاجات قضيت عليها وحاجات هقضي عليها وحاجات بروح لها وحاجات لسه هروح لها. هو ده اللي انا اقدر اقدمه للعالم ككل. هو ده اللي انا اقدر اقدمه للقضية. هو ده اللي انا اقدر اقدمه للحياة، ان انا يكون لي قيمة، يكون وجودي ليه لازمة. هو ده اللي انت المفروض تشتغل عليه. بس التغيير صعب. وانا عارف ان التغيير صعب، وعشان كده انت بتسيب الصعب وتروح تتقمص وتجري على سريرك وتقول انا بقاطع. لا، انت ما بتقاطعش. انت مالكش لازمه. بدل مالكش لازمه ما تسمعش حد يطلع يأيدك ويدعمك، سواء بتاع سوشيال ميديا او حد مشهور او بتاع. هو بيقول لك الكلام ده عشان هو بيحب يقول لك الكلام اللي انت حابب تسمعه، لانه بيحب يبيع لك. هو انت بالمعنى الاصح بتشتري من عنده، فهو عايز يقول لك اللي انت بتحب تسمعه. انا مش عايزك تشتري. انا عايزك خد الحقيقة. خد الحقيقة، الله يرضى عنك. ما تبقاش مغيب. اسمع الحلقة دي مرة واتنين وتلاتة عشان تفهم لعبة الفلوس. الفلوس ملهاش قيمة. الفلوس ملهاش قيمة حقيقية. الفلوس قيمتها اعتبارية وكلها معتمدة على الدولار. اخوهم الكبير، ابوهم دوت هو ما بيتضرش. ابوهم ده لو اتضر هيزق ضرره على كل العملات التانية. هو ما بيتضرش. ده العملة بتاعت الدولة اللي انت مفكر نفسك بتقاطعها، هي ما بتتضرش.
هي اللي ماسكه النظام، هي اللي ماسكه بنك الحظ اللي انت عمال تلعب فيه. فالله يخليك ما تتخيلش اللحظه ان انت بتلعب في ورقهم ودفاترهم وبنك الحظ بتاعهم، وتتخيل انك هتغلبهم في لعبتهم نتيجه ان انت ما بتشربش بيبسي وبتاع. انا موضوع المقاطعه دي احنا شغال فيها من وانا صغير. انا في اسره كانت بتدعم المقاطعه. بيبسي بيفري بيسترت ومش عارف ايه، وريال ده تبع مش عارف ايه، وكوكاكولا لا اله الا محمد، والكلام ده كله. كل الكلام ده كله انا مشغال فيه من وانا صغير. بيبسي اتمنعت لا واتشربت اكتر من الاول، كوكاكولا لا واتشربت اكتر من الاول، برسيل اتمنع لا واتشرب واشتغل اكتر من الاول، اتشرب هو كمان ما شاء الله. الله يخليك، قبل ما تعمل اي حاجة في حياتك لازم تفكر فيها. انا عارف ان الناس بتحب ان هي تمشي مع الجماعة، تمشي مع القطيع، لان ده سهل. كله بيعمل فيلا بينا، كله بيعمل يلا بينا. اختي رايحه تشتري ازازه زيت كريستال، يهاجمها واحد في المحل ويقول لها انت بتعملي ايه؟ دي طبعا المقاطعه، حرام عليكم. في ناس دلوقتي بتموت بالازازه دي، في ناس دلوقتي بتموت بالازازه دي، وانت لما ما اشتريتش الازازه دي الناس دي بطلت تموت. انت اهبل، انت اهبل. انت فاهم انت بتقول ايه؟ هم الناس ديت الفلوس قيمه اعتباريه، والفلوس فلوسهم والورق ورقهم. الله يخليك اعقلوا الحاجه قبل ما تعملوها، قبل ما تتكلموا في حاجه، وقبل ما تتبنوا قضيه. ما تقلدوش، ما تمشوش زي القطيع، ما تحطوش راسكم في الرملة. افهموا. اللي خلاني اعمل خريطة القدر ان انا بحب اشوف باطن الامور مش اشوف ظاهرها. افهم باطن الموضوع. الموضوع بالنسبة لك هو مريح نتيجة انك مش هتعمل اللي المفروض انت تعمله. ايه اللي المفروض انك تعمله؟ انك تشتغل على نفسك، انك يبقى ليك قيمة، يبقى ليك لازمة. بس انت مالكش لازمة، انت تافه. فانت بتخترع حل السهل. عايز تخترع حل السهل تعمل بلوك، اعمل. عايز تعلق بشكل سلبي، علق. عايز تخترع حل الصعب، ابدأ غير. وعشان تبدأ تغير محتاج تبدأ تفهم، وعشان محتاج تبدأ تفهم محتاج تبدأ تتعلم، محتاج تبدأ تقرأ وتسمع عن حاجات انت عمرك ما سمعت عنها. الناس دي شغالة في شغل بيلعب على العقول والنفوس من الخمسينات، من الاربعينات، من ساعة ما اخدوا العلماء بتاعت اليابان وبتاعت ألمانيا. الناس دي متخصصة في ان هم يعرفوا يلعبوا في عقلك ويلعبوا في جيبك. واذا انت سبت نفسك مع القطيع طول الوقت انت هتقعد تكرر نفس الحدث ده. بيتكرر معايا من التسعينات، من وانا بيبي صغنطط الحدث ده عمال يتكرر. وكل مره بنقول احنا بندعم القضيه ونشغل الاغاني وده حلمنا والحلم العربي وبتاع والكلام ده كله، وهوب واول ما الدنيا ما تقف تاني ترجع ريما لعادتها القديمه. لانك مش مفيد، انت مش مؤثر. خلي ليك قيمه. وجودنا اننا نخلي لينا قيمه. قوتنا في انك يبقى ليك لازمة. قوتنا ان مش يبقى واحد ليه لازمة، يبقى كلنا لينا لازمة. وعشان يبقى كلنا لينا لازمة لازم نبدأ نغير من نفسنا. غير عادة سلبية، ابني عادة ايجابية. خلي انت يبقى هدفك انك تبقى افضل واحد في مجالك. والله انا ده مش هدفي، هيبقى انت مالكش لازمة. ما تقوليش انا هقاطع ولا انا هغير عالم. انت شخص تافه فخليك تافه. ما تخسرناش كل حاجة. الله يخليك. ما تخليش الناس تبقى راضية عن نفسها وهي المفروض ما تبقاش راضية عن نفسها. يعني المفروض ان احنا نكتئب، مش المفروض انك تكتئب. ولا اصلا المفروض انك تقعد تتابع ناس عمالة تتقتل وتقول انا كده بدعم الناس. عمرك ما يكون دعمك للناس انك تتفرج على واحد بيحصل في حاجة وحشة. كان دكتور وين داير يقول لك جملة، يقول لك انت معاناتك مش هتغير في معاناة الاخرين اي شيء، بل بالعكس انت هتزودهم واحد. فقرك مش هيساعد الفقراء في اي حاجة، بل بالعكس انت كده هتزودهم واحد. عايز تساعد اللي بيعاني لازم انت تكون قوي. عايز تساعد الفقير لازم انت تكون غني. وعشان تعمل الكلام ده كله لازم يبقى انت قاعد شغال على نفسك، مش تصاب بالاحباط والمرض والغباء والملل والضعف وكل حاجة. عارف الحلقة دي كانت صعبة، كنت منفعل بزيادة، بس نتيجة ان الموضوع اخد اكبر من حجمه وبدأت الناس تنسى القضية ذات نفسها وبدأت تركز على الفرعيات اللي هي المقاطعة. بدأت تنسى ايه اللي المفروض اصلا ان انت تعمله، وبدأوا يركزوا على تفاهات. وانا الحمد لله معاهد ربي اني اقول اللي انا لازم اقوله. ودايما بقول لربي يعيني اني اعمل اللي انا محتاج اعمله. وعشان كده عملت الحلقة دي على الرغم من ان كل الناس اللي عرفوا ان انا هعملها عرضوني.
بس انا عملتها علشان ارضي ربي. اذا هو رضي عني وكلكم زعلتوا والله ما فرق. حابب تأيد اللي انا بقوله براحتك، حابب تعترض براحتك. طول ما انت هتعترض او هنتكلم بشكل عادي وهادي، انت على راسي من فوق. حتى لو ما عجبكش ولا كلمة من كلامي، هنبدأ ندخل في اي حاجة مبالغ فيها، اكيد هعمل لك بلوك. فانت على راسي، سواء كنت مع سواء كنت ضد، انا معاك. اتمنى تتفرج على الحلقة دي مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة. افهم الكلام وافهم الحقيقة، وما تبقاش ماشي في الحياة دي مغيب. دمتم في حفظ الله وفي خير وفي امان وفي سلام. السلام عليكم.